في عالم كرة القدم، الهيبة لا تكتسب بين عشية وضحاها، بل هي نتاج عمل جماعي مستمر وإصرار على النجاح. ريال مدريد دائما ما يبهر محبيه ويثبت قوته في كل مباراة، خاصة عندما يلتقي بالفرق التي تحاول إيقاف تقدمه. منذ انضمام بلد الوليد إلى الدوري الممتاز، كان هناك العديد من المواجهات الملحمية بين الفريقين، ولكن الملاحظة الأهم هي أن ريال مدريد دائما ما يبرز كالفريق الأقوى. في الجولة 21 من الدوري الإسباني، كان الملكي في مهمة لتوسيع الفارق عن منافسيه، وهو ما تحقق بفضل تألق نجم المباراة كيليان إمبابي. لم يكن أحد يتوقع أن إمبابي سيسجل ثلاثية في أول مباراة له مع الفريق بعد فترة التأقلم، ولكن هذا هو واقع ريال مدريد. في الدقيقة 30 سجل مبابي الهدف الأول بطريقة رائعة ليعلن عن نفسه كنجم جديد في الفريق، ثم جاء الهدف الثاني في الدقيقة 57 ليضع الريال في موقف مريح ويعزز من موقع الفريق في الصدارة. وفي الدقيقة الأخيرة من المباراة أكمل إمبابي هاتريكا رائعا عن طريق ضربة جزاء ليؤكد للجميع أنه في طريقه ليكون أحد أبرز لاعبي الفريق. بالنسبة لكيليان، هذا الهاتريك ليس مجرد تأكيد لبراعته، بل هو استمرار لسجل رائع حفظه منذ أيامه في باريس سان جيرمان. عالميا لم يتوقف إمبابي عن الهتافات منذ أول ظهور له في مونديال 2018. هذا الفوز لم يكن مجرد فوز عادي، بل كان بمثابة رسالة للجميع أن ريال مدريد ليس فقط يتصدر الدوري، بل هو في طريقه للهيمنة عليه. الفريق وصل إلى 49 نقطة ليبتعد عن أتلتيكو مدريد الذي يقع في المركز الثاني بفارق 4 نقاط. وعلى الجانب الآخر، فإن بلد الوليد يواجه صعوبة كبيرة في الهروب من قاع الترتيب بعد أن تجمد رصيده عند 15 نقطة فقط. لكن الأداء الذي قدمه إمبابي كان مجرد جزء من الصورة الكبيرة. الفريق ككل كان في تناغم رائع، فالفيردي كان في قمة عطائه، يركض بكل قوة ويحارب في كل مكان على أرض الملعب، بينما كان سيبايوس يدير دقة اللعب بطريقة رائعة ويصنع الفرص لزملائه. روديجر وألابا العائد بعد غياب طويل بسبب الرباط الصليبي أيضا كان لهما دور كبير في الحفاظ على التوازن الدفاعي للفريق. أنشيلوتي استغل بشكل ممتاز مرونة إمبابي وسرعته لتدمير جدار الدفاع، وهو ما ظهر جليا في تمركزه ومحاذاته لأجنحة الملعب. وعلى الرغم من أن رودريغو لم يكن في أفضل مستوياته في هذه المباراة، إلا أن الفريق نجح في تحقيق المطلوب بفضل الأداء الجماعي الممتاز. رغم هذا التألق الجماعي، لا يمكن تجاهل دور إمبابي الذي أصبح بسرعة جزءاً لا يتجزأ من هذه المنظومة. منذ انتقاله إلى ريال مدريد، كانت هناك بعض الأصوات التي تتساءل عن مدى قدرته على التأقلم مع أسلوب الفريق، لكن تلك الأصوات بدأت في التلاشي مع كل هدف يسجله. إمبابي بفضل سرعته، ذكائه وحسه التهديفي أصبح أحد أبرز الهدافين في الليغا، مما جعله يحتسب ضمن قائمة اللاعبين الذين يمكنهم تغيير مجرى المنافسات. على أرض الملعب كانت الأجواء مثيرة بمثابة لوحات فنية، حيث يتحرك اللاعبون بتناغم يشبه أداء الأوركسترا التي يقودها المايسترو إمبابي على نحو متفرد ورائع. إذا نظرنا إلى الدوري بشكل أوسع، نجد أن ريال مدريد قد أرسل رسالة واضحة لمنافسيه. أتلتيكو مدريد الذي كان يطارد الريال في الصدارة لم يجد طريقا للتقليل من الفارق في هذه الجولة. مع تزايد التألق الجماعي في صفوف ريال مدريد، يبدو أن الفريق يسير بخطى ثابتة نحو الفوز باللقب هذا الموسم. وقد يكون السؤال الوحيد الآن: هل يمكن لأي فريق آخر أن يوقف هذا المد الملكي الذي لا يتوقف عن توسيع الفارق؟ في الختام، هاتريك إمبابي لم يكن مجرد عرض فردي رائع، بل كان بمثابة تأكيد على أن ريال مدريد ليس فقط متصدرا في الدوري، بل هو فريق منظم، جماعي وقوي. في الوقت الذي يسعى فيه أتلتيكو مدريد لاستجماع قواه ومواجهة التحديات، يبقى السؤال الأهم مفتوحا: هل ترى أن هناك فريقا آخر قادرا على إيقاف هذا الزحف الملكي نحو اللقب؟ التحليل يرشح واقعية تألق الريال في المواسم المقبلة نظرا للإصرار والتجانس الذي يظهر على أرض الملعب. العمل الجماعي المتكامل الذي يظهره الفريق يبعث إشارة واضحة: الريال لا يفكر في مجرد الفوز بالمباريات، بل في إحكام السيطرة على البطولات بمختلف أنواعها. وفي ظل هذه الهيبة التي يفرضها الفريق، قد يكون المستقبل مشرقا أكثر من أي وقت مضى. مع إمبابي، فالفيردي،
سيبايوس وبقية الفريق، يبدو أن الريال في طريقه لتحقيق المزيد من الألقاب ليبقى الفريق الأقوى في إسبانيا. هذه الانتصارات ليست فقط حصيلة عمل يومي، بل هي ثمار جهد جماعي يمتزج بتحقيق أحلام وطموحات اللاعبين والجماهير. في المرحلة القادمة سيكون من المثير رؤية كيف سيتحدى الخصوم هذا الزحف المستمر لريال مدريد، ومن سيقف في وجه هيمنتهم على الصعيد المحلي والدولي.